الصلاة في المسجد منعت الجميع من الدخول الذين هم دون 45 عام. ثم فاجأتنا القوات الخاصة بملاحقتنا والاعتداء على النساء وملاحقتهن في الأزقة والحواري سواء نساء أو شباب. اعتدت على المصورين الصحفيين. السبب الرئيسي لهذه الملاحقة هو خروج فوج مستفز من المسجد الأقصى من المستوطنين المتطرفين الذين قاموا بالسب والاعتداء علينا. شو بإيدنا بإيدنا الإيمان، بإيدنا إنه بنقول الله أكبر، بنكبر، بنوقف إنه إحنا ثابتين، إنه إحنا مرابطين داخل المسجد الأقصى. المحتلين اليهود القوات الخاصة المدججين بكل الأسلحة اعتدوا على النساء، اعتدوا على الأطفال، اعتدوا على الشيوخ بالضرب، بالشتم، بالتكسير، بالهيك، بالدفش. استعملوا كل الوسائل، يعني كل الوسائل الوحشية اليوم استعملوها ضد النساء وكل واحد موجود بالشارع. يلي بتسأل احنا مين؟ يلي بتسأل احنا مين؟ عالي الأقصى مبعدين، عالي الأقصى مبعدين. اليوم عالجنا ما يقارب 12 حالة، منها عالجنا ميدانيا، ومنه عندنا إصابة كانت لرجل بالستينات من العمر. مكان الإصابة كانت في منطقة العين، تم تحويلها للمستشفى. طبعا طبيعة الحال بنلاقي مضايقات. احنا كطواقم اسعاف بنغطي الاحداث اللي بتدور عندنا في البلده القديمه من قبل الشرطه بالمضايقات والطرد والمنع وحتى كمان بالضرب. وين الشعوب الدول العربيه، وين المسلمين؟ بقول وقدساه واقصاه ومعتصماه.